سنة 1975 بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء واسترجع أقاليمه الصحراوية، قام نظام الجزائريين بتنظيم المسيرة الكحلة، هكا سموها ذيك الوقت المسيرة الكحلة. كيف هذه المسيرة الكحلة؟ ضدا على المسيرة الخضراء، وأرسل أي نظمها بنفس العدد الذين ذهبوا إلى الصحراء 350,000. هذا 350 من المغاربة المقيمون في الجزائر، ثم عدد كبير كانوا لا يعرف المغرب أصلا، فقط أبواه مغاربة وهو يحمل الجنسية المغربية. لهذا قامت السلطات الجزائرية بتنظيم هذه المسيرة الكحلة، 350,000 مغربي، فيهم من تزوج بجزائريين، مغربية متزوجة بجزائريين يرسلونها إلى الحدود ويفرقون بينها وبين أطفالها وبين زوجها، وجزائرية متزوجة بمغربي يرسلون المغربي وأطفاله إلى الحدود، وتبقى الأم الجزائرية تعاني الأمرين. وقعت قبل 45 سنة، وقع طرد عشرات الآلاف من إخواننا المغاربة، تقديرات تضعهم في حدود 300,000 إنسان كانوا يعيشون معنا في الجزائر، في المنطقة الغربية بشكل أساسي، ولكن أيضا في مناطق أخرى، وكانوا في حدود ربما 45,000 أسرة. طبعا الطرد مس هؤلاء وكان سيئا جدا، لأنهم طردوا، أخذوا من بيوتهم، في الغالب أحيانا مرات من أعمالهم، أحيانا من غرف النوم نتاعهم، أبنائهم من المدارس إلى آخره، ووضعوا في شاحنات وفي حافلات ورموا في الحدود الجزائرية المغربية. من بين هؤلاء اللي كانوا قاتلوا مع الثورة الجزائرية، بعضهم كانوا جنود أو كانوا ضباط في جيش التحرير الجزائري. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا من ضحايا الطرد التعسفي. ديك الوقيته كانت عندي 10 سنين، وكان عقل على الحدث بحال دابا، كان عقل عليه بحال دابا وقع. شنو كانت كدير السلطات الجزائريه، الامن الجزائري، كالطريقه باش كان كيطردوا. شخصيا غادي نهضر باختصار على الحاله ديالي، كيفاش انا طردوني من الجزائر مع العائله ديالي. خرجت من المدرسه، جيت في 12 للدار، لقيت الاخت ديالي مع الوالد الله يرحمه. كنقلب على الوالده الله يرحمها ما كايناش. واحد الاخ ديالي كان مهندس بترول في مدينه ورقله، كان كيخدم تما، جا قبل العيد ب 48 ساعه. الوالده بقات متهوله عليه، كتقول لي ياك لاباس، يقول لها ما كان حتى شي حاجه، الامور عاديه. يعني داك الشيء في الاول كان في صمت، ما كانش باين. قبل كانوا كيديو هذوك الناس التجار، الناس ديال السواسه وداك الشيء، ولكن في صمت. الوالد ديالنا كانوا عارفين كاينه شي حاجه، ولكن ما عرفوش شنو هي بالضبط. كل مره كيختفي شي واحد، ولكن علاش اختفى ما عرفوش، علاش كيختفي داك الشخص. هذه قبل العيد. هي ديك الاخ ديالي فاش الوالده ديالي، حنا تقريبا خوالي وكلشي عايشين تما. التخوازيام جور من العيد، الوالده الله يرحمها قالت الاخ ديال الله يرحمه زعما ديني شوف خوالك، وبدات كدور عليهم. الخال اللي كتمشي لعندو تلقاه ما كاينش، مشات عند الخال الثاني لقات حداه الحافله، فاش رجعت عندنا الدار لقات الحافله في الدار. والطريقه باش كيجي الامن يعني ما كيدوقش عليك بواحد الاداب والصواب، ولا بحال شي مجرم. يعني شدوا عليه صافي، لقاو عليه القبض، كيهرسوا الباب، يلا يلا تمشيو، الحسن كيعيط عليكم. حنا دراري صغار ما كنعرفوا شنو هو الحسن ولا عايشين تما. الوالد ديالي الله يرحمه حتى هو كان من الناس اللي شارك في الحرب ديال التحرير، جبهه التحرير الجزائري في عهد الاستعمار. الوالد ديالي شنو دار، كيمشي عندنا كالدار ديالنا طبيعه الحال، كيمشي من البيت للبيت كيجمع الحوايج، كيقول لا 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 سيروا لبلادكم، هادشي كلشي ديالنا. هي هذيك الدوله مشينا، انا شفت طبيعه المدرسه، كنا مشينا هكا، الكوكوط كطيب، كلشي منزل، داونا الكوميساريه، داروا لواحد البلاصه سميتها شاطونيف. هذاك شاطونيف كما نقول واحد لونكار كبير، وخلطونا تما كاملين، نساء ورجال واطفال، والماء في الارض، ما عندكش الحق تجلس. حنا شخصيا العائله ديالنا جلسنا 7 على ود الاخ ديالي الله يرحمه. السلطه الجزائريه كتقول والدي الله يرحمه هذا ديالنا، هذا ولدنا، خصو يبقى. جلسنا في شاطونا في 7 ايام، جابونا لواحد الكوميساريه في مدينه وهران المقاطعه اللي تابعه لنا، جلسنا فيها 3 ايام على البنك. فالاخ الوالد ديالي قال لهم حنا جبنا لكم الاستقلال، وحنا رحنا زرعناها لكم، وإلا نبتت ها حنا. ولدي قال له ولدي حنا تسامحت معاك، بقيت عايش غادي نشوفك، موت تسامحنا. وفعلا الوالد ديالي من 75
اواخر 77 توفى. ملي دخل المغرب في صمت ما كيهضرش، قهوه كحله والكارو. النهار اللي بغاو يجيبونا قبل سيدنا قبل العيد الكبير بواحد 20 يوم، انطلقت الهضره بان المغاربه باغي يديوهم يرحلوهم. من هذاك الوقت ما كتقدرش تبعد على الدار، لا بعدت على الدار وقبضوك في الشارع داوك انت خلاو ولادك، جاو موراك للدار يهزوا ولادك ويخليوك انت، واخا تولي تبغي تلحق ولادك يقول لك لا غير ولادك راك تجبرهم لهيه في المغرب. جاوني مع الثلاثه ديال 4 ديال العشيه ولا هذاك الثلاثه جبروا عندي 13 جزائري في الدار، غير اصدقاء. كل واحد كيجي يساويك يقول لك اودي يلا عندي للدار حتى تفوت هذه الحمله حتى تفوت هذيك نهار اودي ما كان. وهما دخلوا وما حسبوا كاع ديك الساعه جبروا كاينين المغاربه جبروني انا الوحيد في وسطهم. سيفيل البوليس سيفيل كتجي الامن ديالهم ديال والمقد الشيخ ديالهم اللي مكلب بالحومه. داكشي المتاع ديال المراه ولا اللي كان في الساكن منها تما بقى، ما لانه كي كتخرج كيديروا للدار الشمع الاحمر. التصوير اللي صورونا بالرقم هنا وديرها، يعني واحد الحاله بحال داك يعني بحال المجرم. 17-12-75 سيتي ان ميركودي، وعاقل عليه بحال داك الشيء كان البارح. مع ديك الربعه هكذاك جاو السلطات الجزائريه دي بوليسي بوليس ديال لارونديسمون ديال لا سيتي بوتي، الحي فين كنا ساكنين. جاو وقفوا حدا الباب وطلبوا اسماء ديال اعضاء ديال العائله، اللي منهم الوالده ديالي، الاخ ديالي، واحد الاخ ديالي اخر كان في المدرسه. داونا لشاتونوف. شاتونوف سيت ان شاتو فعلا اللي كان وقت فرنسا كانوا كيستعملوه كمقر ديال الشرطه. دارونا في واحد اون سال بحال جات في الفوق في الطابق العلوي ديال داك لو شاتو، وكانت عنده واحد المنظر كيشوف على لو بور ديال وهران، لو بور ديال اورون. في ديك اللحظه انا جيتي اونكور جون، جافي 16 ans، وملي كنشوف من السرجم وكنطل على لو بور كنشوف واحد لاكيتود، واحد السكينه في البور، كالم كيبان دي باتو الضوء، واحد المنظر رائع. مي اون فوا كترجع لداخل كتلقى الغوات، البكاء، عيالات كيغوتوا، وحده كتقلب على ولدها، وحده على راجلها. كان واحد اون كونتراديكسيون في ليماج في ديك هذيك مؤلمه جدا. هي هذيك دوزنا ديك الليله في شاتونوف بلا ما نشربوا بلا ما ناكلوا، ميم بور فير لي بيزوان il faut trouver une solution. هذه القضيه لان انا كنت من بين الضحايا في هذاك المخفر المركزي اللي كنا كيجمعوا فيه الناس في مدينه وهران، سميتو كيسموه الشاطو النف. الدراري الصغار كانوا اللي جاو الناس بالرضع ديالهم وداك الشيء، لي بيبي وما خلاوهمش. شي وحدين بغاو غير الحليب باش يعطيو للبيبي، ما خلاوهمش ياخذوه يعطيو الحليب، قالوا لا ما كانش. والسبان وداك الشيء الاهانه وداك الشيء ما نذكروش عليه، لان كانوا بعض العناصر تما الاغلبيه ديالهم، لان كنت كنسمع ذاك الهضره ديالهم وداك الشيء، كان غير السبان، واحد السبان ما فيه ما يتشاف. واللي لاحظت انا في هذاك الاخر بان كنشوف الناس جايه واحد بالالاف في ذاك الوقت، كل نهار كان يجيب العشرات ديال الناس ديالهم، وكتشوف كاين اللي مريض، كاين اللي كان جايب العكاز، كاين لان مشات بهم الوقاحه حتى خرجوا المغاربه اللي كانوا في المستشفيات، كانوا كيداواو في المستشفيات الجزائريه، خرجوهم. المغربي يلا سير في حالك. مثلا الوالد ديالي كيما قلت لك كان عنده كوميرس، كان عنده واحد الحانوت ديالو كبير، كان عنده طوموبيل، كان عنده الفلوس في البنكه، كان عنده كل شيء، داكشي مشى. مثلا كان واحد الرد انتقامي من الدوله الجزائريه عند الرئيس ديالها الراحل اللي هو بومدين،
اللي صرح يعني في التلفازه ديالو شاشه امواج التلفازه الجزائريه بواحد الخطاب اللي هو خطاب تهكمي، يعني كان مشهور. قال يعني الا كان الحسن الثاني نظم مسيره غادي نظم مسيره كحله. حنا الوالد ديالي الله يرحمه دخل الجزائر سنه 1934 وكان وقع الطرد ديالو في 75، يعني تقريبا 41 سنه هو عايش في الجزائر. ما كانش تيفرق ما بين الجزائر ولا المغرب، كان تيقول بلادي بلادي، يعني ما كانش فرق ديك الفتره. الاطفال اللي كانوا ديال 7 سنوات كانوا في المدرسه وكانوا رجعوا تيدقوا على الدار ديالهم ما تيلقاو حتى شي واحد. هزونا داونا المركز الامني هو اللي ديال شاطوناف، يعني قبل ما يديونا طلعونا في واحد الصافيط يعني ديال البوليس، لقينا واحد الاسره مغربيه حتى هي معنا في ديك الطوموبيل ديال البوليس. ديالي الله يرحمه كان تيتم الاعتقال ديالو اسبوعين ومن بعد تيطلقوه، ومن بعد عاوتاني تيجلس نهار ولا يومين في الدار ديالو، عاوتاني تيرجعوه الاعتقال 3 ايام وتيمارسوا عليه البحث. لقينا افواج ديال الاسره والعائلات ديال المغاربه، يعني النساء، شيوخ، اطفال، رضع، والصداع نايض، كلشي تيغوت، كلشي اغلب ديال الناس كاين تماك وما عارفش علاش هو كاين تماك. الناس المرضى جابوهم من المستشفيات، المستشفى اللي داير عمليات جراحيه جايبينهم بالسيروم ديالهم، جايبينهم داك المركز. يعني ما كانش هناك رحمه ولا شفقه ولا شنو، كان هناك التجويع والترهيب والتخويف داخل المخافي ديال الشرطه والاعتقالات، وكون تسجلات حالات ديال الاختفاء القسري، ديال الانتهاكات ديال حقوق العمال المهاجرين، ديال سلب الممتلكات، ديال تفريق الاسر والتشتيت ديالهم. الا كان راجل مغربي والزوجه جزائريه تيفرقوا بيناتهم، يعني تيحرموا الام من ولادها من الرجل الجزائري، والعكس صحيح. اذا كانت الزوجه مغربيه والزوج جزائري تيفرقوا بيناتهم. كنت في عمري 18 عام، كانوا جاو البوليس للدار قلبوا على خويا الكبير كان خدام في الصحراء في عين ميناس، وقال لي اخوك الكبير واش كاين؟ قلت له ما كاينش. اخوك الكبر قلت له ما كاينش. قال لي طلعت استافيت. الوالده كطلع عليا من الباب. من بعد خويا الصغير مشى يجري عند جدي بات الوالده في الطريق، قال لي راه الدواء عزيز. جا جدي لعندهم قال لي واش كاين؟ قال له غادي ندير ولد واحد لونكيت وغادي يرجع. ملي لحقت الكوميساريه لقيت ولاد المغاربه بزاف تمايا في الولايه ديال الاربعه في الدائره ديال بليده. لقيت ولاد المغاربه بزاف تمايا، ما نعرفهمش، شي نعرفو شي ما نعرفوش. جا عندنا واحد البوليسي قال لك يا ودي راه وهران كاع فرغوها. مغاربه وباهم مشاو للجزائر وجوزوا تما وولدونا حنا تما وبقينا تما حتى دخلوا علينا وجراو علينا. جينا بحالنا سمحنا بكل شيء، الدار ديالنا بحوايجنا بكل شيء، خرجونا عرايا. كاشة جابتها ما قالوا لنا في الطريق، لا حتى العيد ما كملناش اللحم ديالنا، حنا يلا عيدنا دقوا علينا قالوا نتكلموا، حنا خرجنا نتكلموا هنا قبطونا حبسونا، بقينا محبوسين ترماونا في وجده. كنا في دار الخيريه، من الخيريه جابونا لدار الطالب، هنا من دار الطالب خرجنا نكريو على راسنا. المهم مسيره خضراء مشات للصحراء وحنا جراو علينا هنا المغرب.